لو كنت متابع فيديوهاتنا وشفت فيديو الخميس، احنا قلنا في اخر الفيديو ان في مفاجاه يوم الاحد، والمفاجاه دي هي اني هكون معاكم انا سامي كل يوم حد عشان سلسله جديده تماما، وهي سلسله الموفي نايت اللي هرشح لكم فيها افلام ومسلسلات تتفرجوا عليها سواء على مدار الاسبوع او في الويك اند. والنهارده عشان اول فيديو فانا قررت ابتدي بالتقيل الاول، فما تنسوش تعملوا لايك وشير وتتابعوا قناه اليوتيوب وتعملوا سبسكرايب، ويلا بينا نبتدي اول ترشيح. كلنا عارفين ان افلام الرعب ليها تيمات ثابته، والمخرج والمؤلف الشاطرين هم اللي بيعرفوا يرصوا الاحداث بشكل جديد عشان يطلعوا نتيجه كويسه وتنجح. ولكن فيلمنا النهارده عمل حاجه مختلفه تماما، وهو انه كسر التيمات المعروفه وخلق تيمه قويه جدا لنفسه. وفيلمنا النهارده هو فيلم ويبنز، واللي يعتبر واحد من افلام السنه بجداره، واللي رغم ان تقييماته عاليه على كل المواقع الا اني ما بحبش اتخدع في التقييمات ولازم اتفرج بنفس الصراحه. وكانت تجربته تجربه تحفه. الفيلم قصته باختصار عن 17 طفل بيختفوا في يوم الصبح من نفس الفصل ومن نفس المدرسه، والاتهامات كلها بتروح للمدرسه لان هي وطفل بس اللي مختفوش، واهل الاطفال دول بتتعامل معاها بعنف شديد جدا. وبس كده لحد هنا، مش هكمل.